النهارده هنتكلم عن واحدة من أقدم وأنجح المجموعات الحيوانية اللي ظهرت على كوكب الأرض. دلوقتي لما بنقول مفصليات أنثروبودز أول حاجة بتيجي في بالنا هي الحشرات والعناكب والقشريات، لكن المفصليات في الفترة الكامبرية كانت حاجة تانية خالص. المفصليات اتطورت لأول مرة من حوالي 530 مليون سنة فاتت، ومن أول ما ظهرت بدأت تسيطر على المشهد البيئي بشكل كبير. طب إيه اللي خلى المفصليات تنجح بالشكل ده؟ أولاً لازم نعرف إن كلمة مفصليات جاية من كلمة مفصل، والكائنات دي كانت فعلا أول حد عنده جسم متكون من أجزاء منفصلة أو مفاصل، واللي بيديلهم ميزة حركية كبيرة. الفكرة إن عندهم قدرة عالية على الحركة والتكيف مع البيئات المختلفة. الجسم المفصلي ده خلى عندهم مرونة في الحركة زي ما يكونوا روبوتات طبيعية. وبما إننا بنحب نظريات المؤامرة، في ناس بتقول إن السر في نجاحهم كان الدرع اللي بيغطي أجسامهم. الدرع ده مش بس كان بيحميهم من المفترسين، لكن كمان كان بيحافظ على أجسامهم من الجفاف لما ينتقلوا بين البيئات المختلفة، خصوصا من البيئات البحرية للأرض. ومن الناحية التانية في ناس بتقول إن السبب في نجاحهم كان بسيط جدا، كانوا أول كائن يقدر يهاجم ويتغذى على الكائنات التانية. بمعنى تاني كانوا أول المفترسين الحقيقيين على كوكب الأرض.